مختار، اهلا بيك في حكاوي استال. اهلا بيكم يا استاذ، مبسوط ان انا معاكم. احنا اكتر. عايزاك تحكي لي على اول مسلسل وصورته في حياتك، اول افيش. اول افيش اه. اول افيش كان 2013 او 2014، كان مسلسل سجن النساء بطولة نيلي كريم ودرة وروبي. ده تمام. كان اول حاجه يعني. فاكر كواليسه؟ فاكر كواليسه. انا كنت رايح على اساس ما كانش في ساعتها منتشر موضوع الافيشات المسلسلات، فهم واخديني ان انا اروح. كنت انا لسه بادئ موضوع التصوير يعني. كانوا واخديني ان انا رايح اعمل فوتوشوت للممثلين علشان الفواصل بتاعت القنوات على خلفيات بيضاء. فلما رحت شفت اللوكيشن اللي هم بانيينه وبتاع، واتخضيت طبعا. قلت لهم انتوا ازاي عندكم ده ومش هنعمل افيش وبوستر؟ قالوا لي يعني ازاي؟ قلت لهم هنسيبوني اعيش في اللوكيشن وانا ان شاء الله نطلع حاجه كويسه وبتاع. ولما شافوا النتيجه طبعا اعتمدوها وقال لي لا، حاجه تمام. وكانت فتحة خير بقى عليك في المسلسلات، الحمد صح؟ لله. طب احكي لي بقى، اول ما المسلسل بيجي لك ازاي بتبدا تبني الفكره؟ وهل بتحتاج المخرج يبقى قاعد معاك بيحكوا لك، ولا بتقرا، ولا بتعمل ايه؟ بيكلمني طبعا المخرج او المنتج او حد من فريق الانتاج يعني، بيحكي لي قصه المسلسل، بيبعتوا لي الاول تريتمنت، وبعد كده بنقعد قعده بنحدد في القعده دي الخطوط اللي هنمشي عليها، وبعد كده بنحدد ميعاد التصوير وهكذا. طب لو حددت وصورت واشتغلت وجه المخرج قالك لا انا مش مبسوط بالشغل، حصلت؟ خلصت انهي مرحله بالظبط؟ خلصت كل المراحل وجا قالك لا شريف بص انا حاسس ان احنا سنة بعدنا، او انت عارف ساعات بيغيروا شويه في نص السكريبت حاجات، حصلت معاك؟ بصي، انا يعني انا ديمقراطي شويه في الحته دي يعني. لو انا شايف ان في وجهه نظر طبعا، او انا شايف ان الكلام اللي بيتقال منطقي وممكن يطلع حاجه احسن، طبعا ببقى فليكسبل جدا وبنتعامل تاني. لو الموضوع انا شايف ان هو لا، اللي انا عامله الطف، او انا رايح في دايركشن اظبط، بقول وجهه نظري، وفي الاخر برضو القرار ليهم يعني. طيب حلو قوي. طب بالنسبه بقى للنجوم الكبار اللي بتشتغل معاهم، فيجي حد يقول لك لا انا ما بلبسش ده، انا ده مش شكله مش عاجبني، انا عايز اطلع بالشكل الفلاني، راي مين اللي بيمشي في الاخر؟ انت انت ولا جاي المخرج ولا النجم؟ انت جاي تعملي مشاكل. مين بقى؟ بصي هقول لك على حاجه. هو في الاول خالص، لما بتبقى في الاول خالص ومحدش عارفك، بيبقى الموضوع صعب جدا، وطبعا كله بيدوس عليك. الموضوع بيمشي عادي في راي الفنان او راي الانتاج. لما بتبتدي تعرف واحده واحده، وبتبتدي الناس تثق فيك اكتر، ويبقى في يعني بنبني ثقه مع بعض، لا بعد كده ممكن بنتناقش، ولو هم شايفين وجهه نظري يعني فنان احسن بتمشي، ولو انا شايف ان وجهه نظرهم فنان احسن برضو بنمشيها. طب بينا وبينك كده بصراحه، عمرك عملت افيش ومش راضي عنه؟ اوه كتير. ياه. طبعا كتير بس كتير. بتطلع الموضوع عادي باسمك بصي، احنا عندنا مشكلتين في موضوع الافيشات ده يعني. في لاينين دايما هم الصراع بينهم، الجانب الفني والجانب التجاري. الجانب التجاري والجانب الفني هم الافيش يبقى حلو لو هم تماشوا مع بعض. الافيش يبتدي يظهر فيه مشاكل لما الاثنين يبداوا يبعدوا عن بعض. بمعنى ان الجانب الفني انت بتبقى ماشي باني دايركشن وباني فكره وكونسبت ماشي عليه، وبيجي الجانب التجاري يقول لك لا، مش هينفع ان الفنان ده يطلع بالحجم ده، ومش هينفع الفنان ده يطلع بعيد، ومش هينفع. فلازم لو بنتكلم مثلا على بوستر فيه اكتر من 6، فلا الموضوع بيبقى صعب طبعا. انك في الجانب التجاري في الاخر المنتج عايز يبيع باسامي الناس اللي معاه، فبيبتدي مثلا يبوظ لك الدايركشن اللي انت عامله. لو انت عامل مثلا حاجه فيها منظور وناس بعيد وناس قدام وناس ورا، فبتبتدي الفكره تبوظ تدريجيا عشان ترضي الجانب التجاري، اللي هو في الاخر ان الفنانين كلهم يبقوا واضحين ومتنورين وباينين فده نادرا ما بيحصل يعني. هو بيحصل يعني بصراحه، بس يعني بيحصل. شريف، طبعا انت صورت غير الافيشات البومات وحاجات غنائيه، قول لي احلى صوره طلعتها في حياتك عمرك ما هتنساها، اي حاجه بقى، افيش، فيلم، البوم غنائي، اي حاجه انت عمرك ما بتنساها. لا يعني احلى صوره دي صعبه ان انا افتكر صوره بعينها، بس في حاجات انا معلمه معايا انا شخصيا، حاجات انا حاببها يعني في الحاجات اللي انا زي عملتها ايه؟ مثلا. قول لنا زي ايه. يعني زي مثلا الافيش بتاع فاتن امام حربي، ده من الحاجات اللي انا بحبها جدا. افيش سجن النساء طبعا عشان اول حاجه عملتها، وكانت بالنسبه لي البدايه في القصه دي. في مثلا حاجات زي الاختيار واحد، برضو كان من الحاجات اللي بحبها جدا. جزيره غمام من الحاجات اللي بحبها جدا يعني. في حاجات كتير فاهمه، بس هو يعني انت بتلاقي في كل مثلا سنه مثلا او كل سنتين انت بتعملي مثلا
علامتين 3 كده قريبين ليكي، فاهمه؟ بتبقي انت شايفاهم راضيه عنهم، زي ما قلت لك ان كان فيهم الجانب التجاري مع الجانب الفني مشوا مع بعض، فالدنيا كانت كويسه. طب قول لي انت، ما شاء الله رمضان ده عملت مسلسلات كتير قوي، كم مسلسل؟ ايه ده؟ هسألك على واحد واحد دلوقتي. اوكي. حوالي 8. نفتكر مع بعض يعني. 8. طيب دلوقتي احنا في رمضان، بما ان احنا دلوقتي شغالين في رمضان، في مسلسلات ما نجحتش النجاح الدرامي الرهيب ومش مسمعه مع الناس برغم ان هي مش عارف مع والله. نجوم. مش عارف. أما مش هريحك. مش عارف. انت ده بيأثر على شغلك بعدين ولا ملوش علاقه؟ لا مش بيأثر. انا بالنسبه لي الافيش يعني هو مشروع بالنسبه لي، هو مشروع منفصل عن العمل الفني، عن العمل الدرامي. بس لو العمل نجح وانتشر، طبعا الافيش بتاعك يعني هيخدم على الافيش بتاعك. تمام. بس ممكن الناس تفضل فاكره ان الافيش بتاعك حلو حتى لو العمل الدرامي ما نجحش، فاهم قصدي؟ يعني ممكن الناس تفضل فاكره الافيش بتاع الفيلم الفلاني مع ان الفيلم ده ما نجحش او المسلسل ده ما حققش مثلا الصدى المطلوب، فاهمه؟ بس لو المسلسل نجح وكسر الدنيا طبعا بيفرق مع يعني خلاص. بس عايزه اقول لك ان في ناس بتشتغل يعني بتحط بلان مخصوصه قبل رمضان، هنتفرج على كذا وكذا وكذا من الافيش بس، من غير من قبل ما يشوفوا حاجه. ما هو الافيش هو اول شباك او اول بوابه انت بتشوفي من خلالها العمل الفني او بتتعرفي على العمل الفني من خلاله. فهو بالنسبه للناس طبعا مهم جدا، لان ممكن في افلام حلوه جدا تتظلم بسبب الافيش. يعني ممكن فعلا الافيش يقفلك من فيلم مثلا، او تحس ان هو مش بالكواليتي دي، فاهمه؟ ان الفيلم مثلا مش بالجوده دي لان الافيش جودته قليله، فاهمه قصدي؟ فدي بتفرق. عايزه اسالك مخصوص على افيش النص. ما حسيتش ان انت بعد ما اتعرض عايز تغير فيه حاجه؟ لا، النص من الحاجات اللي طلعت بالنسبه لي مظبوطه، يعني راضي عنه بنسبه 90%. مش على منصات كتيره فمش متشاف زي الحاجات التانية. انا بالنسبه لي مش فكره منصات، بالنسبه لي انت الافيش بينتشر على السوشيال ميديا. يعني هو بالنسبه لي السوشيال ميديا هي يحطوه بقى في اي منصه براحتهم، فاهمه؟ لا. اي مصور بيبقى عنده حلم ان هو يكبر يكبر يكبر. انت ما شاء الله وصلت لحته حلوه جدا. شغلك جوه مصر كمان بره مصر، ايه نفسك تروح فين تاني اعلى من كده؟ يعني بصي انا ممكن مش موضوع ان انا اروح فين تاني، فكره ان انا نفسي اعمل حاجه بروجكت يبقى من الاول للاخر بوجهه نظري يعني اطلع فيه طاقتي بقى. انا عندي طاقه مستخبيه كده، يعني ايه؟ انت فاهمه الشغل التجاري بتاعنا برضو ساعات بيحجمك في حتت معينه، انت ملتزمه بمعايير معينه، في حاجات ما تعرفيش مثلا، في حاجات ما تعرفيش مثلا تنوري بالاضاءه اللي انت عايزاها، ما تعرفيش فاهمه؟ فانا نفسي اعمل بروجكت او كذا بروجكت يبقى يعني كونسبشوال كده، حاجه خارجه من عندنا فنيه يعني، فاهمه؟ بتهيألي اكتر عدد ناس صورتهم السنه دي في افيش مين؟ العتاوله؟ ثانيه معد. يعني اكتر افيش فيه عدد اشخاص. هقول لك غالبا العتاوله. احكي لي بقى العتاوله. الدوشه دي والزحمه عملت ازاي والناس كلها نورت في الاخر؟ بصي هو الافيش اللي بيبقى فيه ناس كتير، يعني افيش زي العتاوله ده بيبقى صعب لسبب ان كلهم نجوم. دي مشكله كبيره بتحصل للمصور، لان انت في الاخر او المصمم، انت النجوم دي كلها لازم تبقى واخده حقها على الافيش. يعني انت ممكن الافيش يبقى فيه ناس كتير بس يبقى فيه حد متصدر وفيه اقل شويه وفيه ناس تحت، فاهمه قصدي؟ ده بيبقى تمام، سهل التعامل معاه. انما لما يبقى عندك افيش فيه ابطال كتير كلهم قريبين من بعض، فده بيبقى مشكله كبيره، لان انت بيبقى عندك لازم تدي كل واحد حقه، وهم هيعملوا كتله كبيره في الافيش، فلازم يبقى عندك بقى ايه، تبتدي تسرقيها بالالوان وبالتكوين وكده، فاهمه؟ بحيث ان هو ما يبانش ان انت حاطه كتله كبيره فيها ناس كتير. فده بيبقى من اصعب. بس كان كيوم تصوير لا كان ظريف جدا والناس كانت لطيفه جدا. كنت سمعت ليك كلام بتقول ان انت اتبسطت مع احمد مكي في موضوع الحمام وقد ايه فرق وتظبيطه التشريح والحاجات دي. انت الوحيد غالبا او من عدد قليل جدا من المصورين في مصر اللي بتصمم مع وبتأدت وبتشتغل شغلك كله من الاول للاخر. ما عندكش تيم كبير لان بتبقى بتفرض رؤيتك. ده حقيقي. قول لنا ايه الفرق ما بين ده وما بين اي حد تاني لو كان حد صور الافيش ده؟ انا قبل ما ابقى مصور انا كنت مصمم، كنت ديزاينر. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت لما بتيجي لما الموضوع بيخرج من عندك بيبقى انت عارف انت بتنور ازاي، عارف انت بتصور البوزيشن ده ليه، وعارف انت باني الفكره ازاي، وفي الاخر روحك اللي في الصور مع روحك اللي في التصميم بيعملوا ماتشنج مع بعض، فبيطلع موضوع ماسك نفسه شويه، فاهم قصدي؟ ده مش معناه ان ده حاجه صح طول الوقت، لا هو مش حاجه يعني
برضو في مصممين بيشتغلوا مع مصورين وده وبيعملوا بيبقى في منهم هارموني هايل برضو والدنيا بتبقى حلوه جدا. بس هي الفكره كلها انا بحس دي حاجه خاصه بيا انا، يعني انا ممكن ابقى شايف ان انا بصور حاجه عشان عايز اعمل بيها حاجه. فاهم قصدي؟ انا طول عمري كنت في المنطقه دي، يعني اللي هو انا عايز اصور ده علشان في الاخر الاوتبوت بتاعه يطلع كذا. فانا كنت مهتم بالطريقه دي في الفينش يعني، فاهمه؟ ففي ناس بتساعدني وفي ناس بتشتغل معايا، بس في الاخر بحاول يعني ان انا يبقى عندي فيجن في الاوتبوت النهائي في الموضوع عشان يبقى ليه شكل او ستايل، ونبعد يبقى ليكي شخصيه ونبعد عن التكرار برضه في نفس الوقت. يعني تحاولي تعملي حاجات جديده بس في نفس الوقت نفس الايدنتيتي بتاعتك موجوده. يعني الناس بتبسط لما حد يقول لي احنا بنشوف البوستر ده بنعرف ان انت، من فاهمه؟ اكتر الحاجات اللي ليها ايدنتيتي ياسمين عبد العزيز، ما هي محافظه على الايدنتيتي بتاعتها في البوسترز. ايه رايك ايه بقى في الموضوع ده؟ آه بتريحها ولا انت بتبقى عايز تعمل حاجه تانية؟ لا، ببقى يعني ساعات ببقى عايز اعمل حاجه تانية. بس احنا يعني بنوصل كده لمنطقه في النص ان هي بتقول لي طب ماشي هنعمل. يعني هي ياسمين عندها وجهه نظر دايما في طريقه ظهورها يعني، وانا انا برضو بشوف ان ده حقها. لما تبقى نجم كبير وليك جمهور انت بتبقى عارف ايه انا ببقى جاي عندي احلام فنيه وعندي حاجات عايز اعملها برضو، هو عنده طريقه وهي عندها طريقه للظهور. فبنحاول نوصل لما برضو بنشتغل كتير مع بعض وبقينا اصحاب فبنحاول نوصل لمنطقه في النص، وده اللي بنحاول نعمله دايما والحمد لله هي بتنجح. يعني في الاخر هي بتنجح فده تمام يعني. صورت انت العوضي وياسمين لما كانوا مع بعض والسنه دي مش مع بعض، فرق معاك في ايه؟ قول لي. علاقتك كويسه بالاثنين ملهاش علاقه؟ يعني انا كراجل بحاول ابقى بروفيشنال، ما لا طبعا ما يفرقش معايا الموضوع. هما الاثنين صحابي والاثنين حبايبي وانا يعني بشتغل لكل واحد بقلب علشان خاطر برضو في الاخر ده الافيش بيطلع يعني باسمي المفروض، وهما الاثنين نجوم فلا يعني هو الموضوع يعني ايا كان هو كده كده كان عوضي كده كده يعني بيشتغل ده تاني مسلسل ليه لوحده يعني مش يعني السنه اللي فاتت كان عوضي لوحده برضه وصورته. فلا الموضوع ملوش علاقه. طب عايزه اسالك المود بتاع اللوكيشن. اكيد اي لوكيشن بيبقى ليه مود معين، وساعات ممكن تبقى مظبط الدنيا وتمام وتروح تلاقي المود مش حلو. تتصرف ازاي؟ اكيد بيأثر على شغلك. بيأثر طبعا. يعني بص، كل ما يبقى المود حلو طبعا الموضوع، بس هي مش قاعده، بس عشان نبقى واضحين ممكن يبقى في مود حلو قوي وفي الاخر حاجه تطلع وحشه. فاهم قصدي؟ ايه اللي بيفرق في ايه؟ هو المود بيفرق في مود تصوير بس، يعني المود ده بيفرق في ان احنا صورنا حلو النهارده. بس الاوتبوت النهائي بقى في الاخر الافيش هيتعمل ازاي وبتاع ده ملوش علاقه بالمود، فاهمه؟ بس هو المود بيسهل عمليه التصوير نفسها، ان هو الناس بتبقى فكه والناس ظريفه ومفيش مشاكل في اللوكيشن. ده بيفرق معاكي في مود الصور، ان الصور تطلع حلوه. اوكي. بس التصميم بقى في الاخر والافيش النهائي ملوش علاقه بالمود، لان انت في الافيش انت بتبقى لوحدك بقى، فاهمه؟ ايه رايك في الناس اللي بتاخد مصورين معينه نجوم ويقولوا لا انت بقى لازم تصورني انا بس، او انا واتنين كمان؟ لو حد جه قال لك شريف انا مش عايز تصور حد تاني، انا عايزك بعد كده تصورني انا بس، وتبقى انت سبيشال ليا في حاجات معينه ومش مسموح قوي ان انت تشتغل حاجات تانية. انا ممكن اصور حد واحد. ما اعتقدش ان انا اعمل كده، مش لاسباب ليها علاقه بحاجه، بس الفكره ان انا بحب اتنوع دايما، اجرب حاجات جديده، اخش في سكك مختلفه. فلا انا كشريف ما اعتقدش ان انا اعرف اعمل ده. لو في عندك دلوقتي مصورين كتير قوي، تنصح بايه لو حد عايز يخش في مجال السينما والتلفزيون ويبدا يصور فنانين؟ تنصحه يبدا ازاي؟ يبقى عارف هو عايز يعمل ايه، دي اول حاجه يعني مبدئيا. لان هو في مشكله بقابلها مع ناس كتير، ان هو مش عارف هو عايز يعمل ايه، وعايز يشتغل في الميديا بس هو مش عارف هو عايز يعمل ايه. فانت لازم اول حاجه تعملها انك تبقى عارف انت عايز تعمل ايه. يعني ركز عليها، فوكس جدا، خليك غلس رزل، مش غلس مع الناس، غلس في حلمك. يعني اقعد طول الوقت تركز، اتعلم، وهي هتفتح معاك في الاخر. مش شايف ان الحظ ليه دور كبير في ده؟ مش بؤمن بالموضوع ده خالص خالص. يعني بشوف ان في فرص بتيجي بس بس في ناس كتير مش تالنتد وشغاله كويس قوي، وفي ناس كتير شطار جدا سبيشالي مصورين شطار كانوا ظاهرين قوي. اصل خدي بالك راحوا 5 سنين اللي مش تالنت ده انت متخيله ان هو ما بيعملش حاجه. لا، هو بيجتهد. هو مرزل على نفسه وقاعد شغال ودؤوب جدا، وهتلاقي في يوم من الايام مستواه عالي. يعني ما تستهتريش بحد حتى لو كان شغله ضعيف، فاهمه؟ هي الفكره كلها ان اللي انت شايفه شغله ضعيف ده وهو ناجح جدا مثلا او معلم،
هو في كواليس ورا الموضوع ده، هو مش كده فاهمه، لا هو بيشتغل مركز بيحاول يتعلم بتاع فبتفتح طب بقى. هناخد بقى الموضوع بالعكس، لو في مصور كان جامد جدا ومعروف وبيشتغل شغل حلو قوي في الميديا، وجي مثلا اخر 3 4 سنين ما بقاش بقوه زمان او مش موجود، اوكي. العكس بقى بيحصل ليه؟ بينزل ليه؟ بصي، كل بني ادم في الدنيا ممكن يحصل له مثلا عمليه حاله تشبع مثلا. يعني ممكن يحصل لي حاله تشبع ان انا ابقى شايف ان انا مثلا كسرت الدنيا، خلاص زهقت، عملت كل حاجه. فهو السر دايما انك تفضلي مستمره، فكره انك تجددي الشغف بتاعك، ان يفضل عندك طول الوقت حلم بيتجدد، او تحدي جديد، او حاجه عايزه تعمليها مختلفه. يعني انا مثلا بحاول امرن نفسي ان انا لما اجي اعمل حاجه او بروجكت جديد يبقى كاني اول مره اعمل حاجه زي كده، اول مره اعمل افيش مثلا، فاحاول اديله طاقه كبيره او اديله مجهود اكتر فاهمه. انما حاله التشابه هي دايما بتبقى فكره، يعني هي اخطر مرحله. يعني انا بحس انها اخطر مرحله، ان احنا نحس ان احنا خلاص. يوم تصوير انت مجهز كل حاجه ورايح تصور والدنيا تمام، ورحت حصل مشكله في اللوكيشن كبيره ووقفوا التصوير والدنيا باظت؟ كتير كتير بتحصل طبعا. اصل هو تصوير يعني فاهمة؟ وبترجع تشتغل تاني والدنيا بتظبط تاني ولا يعني بتحس بصي، على حسب. يعني بصي، في ناس مثلا لو هم حبايبنا واصحابنا والموضوع غصب عنهم طبعا ما هنعمل، يعني بتبقى ظروف. بس في طبعا حاجات تانية بتبقى يعني فيها مشاكل يعني. مين اكتر حد بتتعامل معاه في مسلسل او في فيلم؟ المنتج ولا المخرج ولا الستايلست؟ يعني مين اكتر حد حسب البروجكت. يعني في مثلا في مخرجين مثلا بيهتموا جدا بموضوع الافيش، فبيبقى معايا من اول يوم لحد النهايه. في ساعات منتج يبقى مهتم جدا بالموضوع ومركز فيه. الستايلست طبعا مهم جدا، بس الستايلست بيبقى ليه علاقه بيوم التصوير بس، في اللبس يعني. هنطلع فلان لابس ايه وفلان لابس ايه، ولو احتجت ان انا اغير لون حاجه بعد كده في البوست او في الايديت، بضطر ارجع للستايلست برضو، عشان هو برضو ادرى ايه الالوان اللي ينفع تتغير يعني. طب مش شايف ان الاي اي دلوقتي هيحل مكاننا بقى، مكان الفوتوغرافرز، وهيبقى خلاص كل الناس بتشتغل ممكن تعمل افيش كله باي اي؟ بصي، يعني انا مش شايف ان في مشكله في الموضوع خالص. انا شايف ان هو يعني من ايام الثوره الصناعيه، ما ثوره المكن لما ظهرت والعمال ظهروا، في الاخر العمال اتداس عليهم والمكن كمل. هي ما هي انت هتصاحبه احسن على قد ما تقدر، لحد ما يعني لو ربنا اراد بقى ان هو يحل مكانك هتعمل ايه؟ اصل هو ما لهوش حل يعني فاهم قصدي. انا بحاول اصاحبه يعني فاهم، اللي هو بحاول ادخله في شغلي ونشتغل مع بعض ونطلع حاجات اي اي، وهو مفادني جدا جدا جدا. عايز اقول لك السنتين اللي فاتوا فادني جدا. في الاخر برضو مخ البني ادم لحد اللحظه دي هو اللي سايق. مقتنع ان انت لازم تتعلم الحاجه بنفسك وتفهمها بنفسك، ولا لا تجيب حد هو يخلص لك ايا كل شيء؟ كان يعني، ما لو انا بحب اتعلمها، يعني انا بحب اتعلمه كده كده. بس في حاجات طبعا بتضطر تجيبي حد مركز في الموضوع. يعني مثلا لو حد مركز في الموضوع اكتر منك، بتضطر تجيبه تستعين بيه يعني فاهمه. بس انا عندي يعني الحب ان انا افهم بيتعمل ازاي. تتعلمها الجديده يعني. اه هسألك بقى اسئله سريعه كده، مين ألذ ممثله اشتغلت معاها؟ لازم ممثله. اه هقول لك بقى كلام دبلوماسي لا عايزين اسم. ألذ ممثله عادي، كلهم لذيذ وجمال وكل حاجه، بس في حد بيبقى دايما قريب لقلبك او بيبقى لذيذ في الشغل سريع بحب نيلي كريم. نيلي كريم. طب ممثل كتير قوي يعني. انا بحب امير كرارة، بحب العوضي، بحب مين اسرع حد فراج. بيفهمك وبيلقط يفهمني ولا انا اللي بيفهمك؟ افهمه؟ لا بيفهمك انت لما بتطلب منه بوزيشن معين، يقف معين، واقفه حاجه معينه، بيفهمك على طول وسريع. كتير، لا كتير بجد، مش تهريج يعني. بس طبعا امير كرارة بحكم ان انا بشتغل مع امير من زمان قوي، ف فاهمين خلاص ما بعض. بقيناش بنتكلم اصلا، اللي هو يلا يلا فاهمين احنا هنعمل ايه. طب مين اكتر مخرج بيهتم بشغله قوي وبيبقى مركز قوي حتى في الافيش؟ في اتنين، بيتر ميمي وتامر نادي. وفي برضه حسين من الباوي. يعني بيهتموا جدا بموضوع الافيش. بصي، هم كتير كلهم بيهتموا بموضوع الافيش، بس يعني مثلا بيتر وتامر بيبقوا معايا من اول يوم لحد اخر يوم، وتعديلات ونجرب ونسوي طب قول لي احلى افيش عملته في رمضان 2025، انت شايف ان هو اجمد حاجه؟ كلهم حلوين طبعا، بس يعني قول لي انت اجمد حاجه شايفها طلعت مناسبه قوي. بص، انا بحب النص، بحب منتهي الصلاحيه، بحب الغاوي. عايزين واحد بقى. انا بحب الثلاثه والله. طيب ايه اكتر ستايلست اشتغلت معاه كتير قوي وحسيت ان انت عملتوا لينك كويس ما بينكم؟
برضو في كذا حد يعني، ما سعيد رمزي، ميس عزب، في بقى ناس كتير ما اشتغلناش مع بعض مدة طويلة، بس لا في مثلا دينا النصير، في مش عايز انسى حد، انتي بتزنقيني بالاسئله دي، بس في ناس كتير لا لا. الناس مش هتزعل ما تخافش. طب بتحب اكتر تشتغل مسلسلات ولا افلام ولا مسرحيات؟ يعني ايه اكتر حاجه بتحبها لقلبك؟ بقى انا اشتغلت مسلسلات كتير وبعد كده اشتغلت سينما. يعني انا قعدت فتره كبيره قوي ما اشتغلت السينما، اشتغلت مسلسلات كتير وبعد كده اشتغلت السينما. السينما حلوه جدا، ليها سحر تاني خالص، في فكره ان انت الافيش بتاعك بيتحط في حتت كتير في العالم، يعني بيتحط في سينمات، بيتحط في بيلبوردز كتير، في اماكن كتير، ليها علاقه طبعا بالتوزيع اللي بره مصر يعني، فانت الناس كلها بتشوف الافيش بتاعك، فالسينما ليها سحر كده. بس الدراما طبعا، المسلسلات طبعا يعني ملعبي يعني، فاهمه زي ما بيقولوا. بحب العب في المنطقه دي برضه. اختار لي فيلم قديم من زمان قوي، السبعينات، تمانينات، ستينات، ابيض واسود لو عايز، تحب تعمله افيش تاني. استني، فيلم احب اعمله افيش. مم. هو مش زمان قوي يعني، في حاجات يعني، في حاجات لعادل امام كانت مجنناني كافلام يعني. مم. يعني مثلا المنسي مم. بحب اعمله افيش تاني، طيور الظلام بحب اعمله افيش تاني. انا مش هضحك عليك، انا مش متفرج جيد للابيض والاسود يعني، مش اوكي. ما اتفرجتش على الحاجات بتاعت زمان كلها يعني، او مش متابعها كويس يعني. انما المرحله بتاعت عادل امام ومحمود عبد العزيز واحمد زكي والاحمد زكي برضو كان في افلام كتير قوي، كان نفسي بعد ما اشتغلت في موضوع الافيشات ده، كان نفسي ان انا يعني لو سعيدة. بس طبعا. بس هي خدي بالك، هي الافلام دي برضو افيشاتها علامات مم. يعني. طبعا التكنولوجيا اتطورت جدا والتقنيات بقت اقوى بكتير، بس كان اللي بيعملوا الحاجات دي فنانين بجد يعني، فنانين، سواء حاجات كانت معظمها بيبقى بينتنج وكده، كان الافيش بيبقى معمول بمزاج يعني. شريف، مين اكتر فنان حالي موجود بتصوره وبترتاح قوي بتتبسط وانت شغال معاه؟ يعني برضو في امير كرارة، في محمد فراج، في احمد امين، في كذا حد يعني، في ناس كتير خدي بالك يعني في بينا كيميا يعني. طب مش فنان قديم موجود، كان موجود ورحل، نفسك ترجع تصوره تاني؟ احمد زكي. اعتقد يعني ان آه، قدرته على ان هو يديكي رياكشنز وقوه تمثيليه جباره يعني، فده قدام الكاميرا بيبقى خطير طبعا. شريف، شكرا، انبسطنا قوي.